المرأة تحب تسمع الكلام الحلو، ماشي؟ فانت شغلتك تقول كلام حلو. يعني ده احد التاسكات. انا عارف ان الستات هتزعل لا بس ده ما تاخدهاش كتاسك، هي حلوه، ما هي في عينيك حلوه ان شاء الله، تمام؟ فانت تعمل ايه؟ تقول لها بقى ان انت حلوه، وبجد انت حلوتي، وربنا يخليكي ليا، وايه القمر ده، و... وحاول. يعني بص، عارف الرجاله اللي بتنقط، وبالمناسبه نقط سكر، لان هيجي عليك وقت ما بتنقطش خالص، فيبقى في وقت ما بتنقطش خالص، ووقت بتنقط سم. يعني خليك ذكي، يعني في حاجات بتشيل حاجات. فلما تكون في حاجه حلوه قول انها حلوه، حلوه قوي. طب لما يكونش في حاجه حلوه اخترع حاجه حلوه. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. في ردود كده معروفه، اللي هو إيه؟ طب لما يكون يوم عادي، مفيش يوم معاكي عادي، كل الايام اللي معاكي جنة. كل عيش، كل عيش. تلاجتك لو كبيره خاف، في رجاله بتقعد في اكياس جوه التلاجه، ما تهزرش عمرك. فمهم جدا ان انت تنتبه لهذا الامر. تقول لها كلام حلو، وبالمناسبه تقول لها كلام حلو، تقول لها كلام جد، عشان بس بعض الستات تقول ايوه ايوه بقى هي الحته دي اللي في المحاضره. في ايه؟ في ايه؟ خليكي منصفه شويه. او انا اسف يعني، لا براحتك، خليكي زي ما انت. بص شفت انا تراجعت ازاي؟ اعمل كده، ده كان فيلم عربي. اعمل كده، كل عيش والله. خلي بالك ليه؟ لان هي الدنيا كده، هي الدنيا. يعني انا هقول لك حاجه، لو حصل نقاش بينك وبين مراتك، غالبا غالبا انت الغلطان، ماشي؟ طب لو انت ما كنتش غلطان خالص، ايه اللي هيحصل؟ صدقني هتعتذر في النهايه. فاعتذر في البدايه وخلص. لو نفسك تتفسح وتوصل للنهايه ماشي، بس اعتبرها رحله، رايح للنهايه ورايح في الاخر تعمل ايه عشان تعتذر بس خلاص. هي لو عيطت هتلاقي نفسك بتقول طب انا اسف والموضوع اصغر من كده، بس خلاص تخش بالتقيله، فالموضوع انتهى. فطبعا دي الست الذكيه، خلي بالكم. في بقى ست تقسي قلب جوزها عليها، اللي هي انت متجوز عبد الفتاح بجد، اللي هي انت، لا انت اللي هتلاقي داخله عليك تقول لك انت مش عارف. لا دي رهيبه، دي رهيبه قوي، دي رهيبه. ابعد عن الكلام ده خالص. بس انت في حته بقى معينه، الا وهي ايه؟ ان لو ذكيه لا هتعتذر في النهايه او في البدايه، يعني على حسب الرحله انت هتقف فين، يعني على حسب المحطه. الشاهد من الذكاء ان انت تعرف تلم اللي فتحته. فتحت مشكله اعرف لمها، لما ما تفتحش حاجه وما تعرفش تلمها